هلو ماين شولر. النهاردة معادنا مع التقييم الأسبوعي لطلاب الصف الثاني الإعدادي. هناخد التقييم الأول والتاني والتالت والرابع. يلا بينا نبدأ. السؤال الأول Wähle die richtige Antwort aus. اختار الإجابة الصحيحة. طبعا هنا اختيار ما بين 3 أدوات استفهام في was في، وطبعا هنا كلمة alt. طبعا هنا ده كده السؤال على العمر، يبقى على طول في alt. رقم 2 spielst du تنس يولين؟ ردت يولين وقالت توت مير لايد، والاختيار ما بين يا وناين ونشت. طبعا كلمة نشت بتتحط في وسط الكلام، يبقى الاختيار ما بين يا وناين. توت مير لايد يبقى على طول ناين. Wo wohnen Sie Herr Daniel؟ طبعا هنا السؤال بفو، يبقى الإجابة لازم تكون إن. Lass mich in Ruhe. Ich möchte. طبعا هنا möchten قدام، يبقى ورا فعل في المصدر، يعني بالإيه إن بتاعته، يبقى لازم. رقم 5 sind das، وهنا الاختيار داين ولا داينا ولا ماين جروس الترن. طبعا هنا كلمة جمع، يبقى على طول داينا. السؤال الثاني schreibe die Sätze richtig. اكتب الجمل الصحيحة. gern Deutsch lerne ich. برتبها، هرتبها، يبقى أبدأ بالفاعل ثم الفعل على طول. الفعل رقم 2 في الجملة، يبقى ich lerne gern Deutsch. السؤال الثاني arbeitet viel. هنا arbeitet viel Vater ja mein، يبقى هبدأ بكلمة يا mein Vater arbeitet viel. رقم 3 Freund heißt mein أحمد. نرتب، يبقى الفاعل بتاعي mein Freund، الفيرب heißt طبعا أحمد. السؤال الثالث Wähle die richtige Antwort aus. اختار الإجابة الصحيحة. طبعا ده سؤال مواقف. طيب يلا كده معايا. بيقول لي ايه ماند فراكت، شخص ما بيسأل، يبقى انا بعمل ايه؟ بجاوب. بيقول لي ايه فير بيزدو، مين انتي؟ يبقى عندي هنا 3 اجابات. ناين ايش بين انا، ولا ايش بين انا، ولا انا است ماينه تانت. طبعا هنا هو السؤال موجه ليا، يبقى انا اللي برد ايش بين انا. السؤال الثاني der Lehrer fragt dich، المدرس بيسألك was machst du heute، هتعمل ايه النهارده؟ was sagst du، هترد عليه وتقول له ايه؟ هقول له ich spiele Fußball، هلعب كورة. التقييم الثاني was passt hier nicht، ايه الحاجة اللي مش مناسبة؟ Latein Geografie Religion Deutschland، طبعا Deutschland. السؤال الثاني بيولوجي كلاسة فيزيك Geschichte، زي ما قلنا كلهم مواد دراسية، يبقى الحاجة اللي مش مناسبة كلاس. السؤال الثاني schreibe die Sätze richtig، اكتب الجمل صحيحة. in der Schule Deutsch lerne ich، طبعا أنا ببدأ بالفاعل ثم الفعل، يبقى ich lerne Deutsch in der Schule. السؤال الثاني Schule طه حسين heißt meine، يبقى الإجابة meine Schule heißt طه حسين. Alltagssituationen المواقف wähle die richtige Antwort aus، اختار الإجابة الصحيحة. بيقول لي jemand fragt dich، شخص ما بيسألك nach den Schulfächern، يعني واحد بيسألك على المواد الدراسية. طبعا الإجابة Deutsch بيولوجي und Mathe. السؤال الثاني deine Mutter fragt dich، مامتك بتسألك was machst du in Kunst، بتعمل ايه في حصة الرسم؟ يبقى ich male und zeichne، يعني برسم ولون. التقييم الثالث السؤال الأول wähle die richtige Antwort aus، اختار الإجابة الصحيحة. was macht، طبعا هنا بشوف الضمير اللي هيبقى مناسب، نلاقي الإجابة هنا ايه wir، يبقى هنا طبعا السؤال بإير. آدم und ich فلان وأنا، يبقى نحن، يبقى كأن الفرب بيتصرف مع wir، يبقى هنا مين اللي تنفع؟ spielen. السؤال الثالث meine Schwester، طبعا هنا مفرد بعوض عنها بزي هي، يبقى findet. سلمى und du كما، يبقى فلان وأنت، يبقى أنتم، يبقى هنا مخت ايه إير. بعد كده السؤال الثاني بيقول لي بس هير نيشت، ايه الحاجة اللي مش مناسبة؟ هنا زونتاج مونتاج ميتاج ميتفوخ، كلهم أيام أسبوع ما عدا ميتفوخ، ميتاج أسفة.
was wir wer wie. طبعا ايه المختلف؟ wir. كلهم ادوات استفهام ما عدا الضمير wir. du ihr ja sie. طبعا المختلف ja. Alltag Situationen. Wähle die richtige Antwort aus. اختار الإجابة الصحيحة. Mein Vater fragte dich. باباك بيسألك. Wie viele Stunden Deutsch hast du? عندك كم حصة ألماني في الأسبوع؟ Was sagst du؟ هترد عليه وتقول له إيه؟ طبعا 2. التقييم الرابع. Wähle die richtige Antwort aus. اختار الكلمة الصحيحة. هير أحمد كوما يبقى معناها إن هير أحمد موجود، يبقى أنا بتكلم بصيغة إيه؟ زي للاحترام. Wie viele Stunden Deutsch. وطبعا أشوف الضمير اللي أنا بتكلم معاه هنا إير، يبقى تصريف الفيرب إيه؟ حط. في برضو هنا نفس الفكرة، هنا عندي تصريفات مختلفة. أشوف الضمير اللي أنا بكلمه، بكلم دو يبقى فيندست. برضو اللي وراها السؤال الرابع برضو تصريفات لفيرب زاين. أشوف الضمير اللي أنا بكلمه هنا إير، يبقى هنا مين؟ زايت. بعد كده بيقول لي schreibe die Sätze richtig. اكتب الجمل صحيحة. طبعا أنا برتبها هنا. أخد بالي كويس قوي من حتة هل موجود علامة استفهام يبقى ده سؤال، هل موجود نقطة يبقى دي إيه؟ جملة عادية خالص. طبعا هنا موجود علامة استفهام، يبقى هنا هل السؤال بالفرب ولا السؤال بأداة استفهام؟ طبعا موجود بأداة استفهام، يبقى wie alt seid ihr. هنا macht وفاس وإن وموزيك وإير. طيب برضو نفس الحكاية، ألاقي علامة استفهام. طب ده سؤال بأداة استفهام ولا بفيرب؟ ألاقي بإيه؟ بأداة استفهام اللي هي was macht ihr in Musik. الجملة الثالثة eine drei ich in Mathe habe. طبعا دي جملة عادية، يبقى في الحالة دي فاعل فعل، يبقى ich habe in Mathe eine drei. Tschüss.